مساء الفل عليكم. النهارده هنتكلم في موضوع يمكن لو انت ما درستش رياضة بحتة او هندسة او حاجة ليها علاقة بالرياضة، او انت مهندس او ليك اي علاقة باي حساب بيتعمل، ممكن تكون عمرك ما سمعت عنها. دي حاجة مهمة جدا المصريين القدماء استخدموها، وكل حد مهندس او اي حد بيبني حاجة او اي حد بيخطط حاجة بشكل فيه سيمترية دقيقة جدا لازم يبقى عارفها. دي حاجة ممكن يكون اللي درس مثلا رياضة بحتة او اللي درس علم رياضة في ثانوية عامة هيبقى عارفها. حاجة اسمها النسبة الذهبية، عدت علينا كده في المدرسة واحنا صغيرين، بس ممكن نكون ما درسناهاش بشكل مظبوط، او ممكن نكون ما دخلناش في التفاصيل بتاعتها. هي حاجة اسمها النسبة الذهبية، اللي هي الرمز بتاعها ده اللي هو اسمه باي. ايه فايدة النسبة الذهبية دي والنسبة الهندسية دي؟ ايه اهميتها في الكون، وازاي المصريين القدماء طبقوها في كل المباني اللي عملوها؟ وهل احنا اللي بديناها ولا كان في حد قبلنا عملها ولا ايه؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة، وخليكم معايا. انا كاترين، مرشدة سياحية بالعربي، ويلا نبدأ. عايزة أكلمكم عن حاجة مهمة جدا. طبعا أي حد عدى على أي حساب أو رياضة في المدرسة أو أي حاجة ليها علاقة بالأرقام أكيد سمع بالنظريات العظيمة بتاعة العالم الرياضيات العظيم اللي اسمه فيثاغورس. بالمناسبة فيثاغورس ده ما كانش طالب شاطر زي ما كلنا كنا فاكرين واحنا في المدرسة. فيثاغورس في العصر اليوناني الروماني قدم طلب عشان يلتحق بأحد المعابد المصرية اللي هو معبد إدفو. ولما شافوا مستواه وعملوا له امتحانات لقوا ان مستواه كان دون المستوى، فما تقبلش في معبد ادفو، ففضل قاعد قدام المعبد بيدرس بره باب المعبد لمدة 12 سنة. وبعدين لما حسوا ان هو يعني عنده شغف بالعلم، اتقبل جوه المعبد ان هو يخش يدرس جوه المعبد. هذا الطالب هو فيثاغورس، اللي بعد ما خلص مدة الدراسة بتاعته واللي استمرت فترة طويلة في معبد ادفو في الصعيد، طلع لنا بالنظريات الهندسية العظيمة اللي الحقيقة هو ما تعبش في أي حاجة فيها ولا اخترعها، ده جابها من العمارة المصرية القديمة. من أهم الحاجات دي نظرية الزاوية القايمة اللي هي 90 درجة اللي خدناها في الهندسة كلنا، وحاجة اسمها النسبة الذهبية. ايه هي النسبة الذهبية دي؟ النسبة الذهبية هي متتالية هندسية أو متتالية رقمية. بنكرر الأرقام، أول رقم والرقم اللي بعده نجمعهم يدينا تالت رقم، نجمع التاني والتالت يدينا رابع رقم، نجمع الرابع والخامس يدينا خامس رقم، وهكذا. لو خدنا 3 أو 4 أرقام ورا بعض عملنا بيهم النسب الهندسية بتاعت أي مبنى هندسي، هيبقى مبنى مبني على النسبة الذهبية، وهيبقى بيعمل راحة نفسية، وهيبقى في تناغم مع الكون. لأنه زي ما اتكلمنا قبل كده إنه المصريين القدماء كانوا عايشين في حالة الماعد أو التناغم مع كل العناصر بتاعة الكون. عشان كده الناس ما كانتش بتاعي زي ما احنا بنعي دلوقتي. الناس كانت تشرب مية كويسة، كانت بتعيش في بيت جزء من الأرض مبني من التربة، بتشرب مية في فخار، فده بيسموه الماء الحي زي ما بتوع الطاقة بيقولوا دلوقتي. عايشة في مكان الشمس والهواء بيخشوا فيه طول اليوم، فبيت صحي مش بيأذي الحيوان ولا النبات ولا الزملاء في الطبيعة اللي هي عناصر الطبيعة التانية. فبالتالي ينتج عن كل ده ان هو الانسان يكون انسان في تناغم مع الكون كله، مع كل عناصر الطبيعة والكون والكائنات التانية اللي حواليه. مش بيخش في صراعات مع الحيوانات انه عايز يقضي على الحيوان، مش بيخش في صراع الغابات انه هو عايز يخلص على الغابة ويكسر الشجر عشان يبني بيه حاجات، مش بيخش في صراع مع اي حاجة في الكون. فبالتالي هو في حالة تناغم طول الوقت. حالة تناغم، التناغم ده بيأثر على جسمه من جوه، ان جسمه في حالة تناغم بينه وبين بعضه، ان الانسان نفسه جواه متصالح مع نفسه متناغم مع نفسه، وفي حالة توازن في كل الأعضاء، فبالتالي ما بيجيلوش أمراض. بالتالي هو مش حاسس بصراع بينه وبين الطبيعة طول الوقت، مش حاسس ان الطبيعة بتعنده، وهكذا. ده كمان كان بيخليه يعمل ايه؟ بيخليه ينسخ الحاجات اللي بيشوفها في الكون على سكيل أصغر في المباني. يعني ايه؟ يعني الصور اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي صور حاجات من الطبيعة الإنسان ملوش أي دخل فيها، اتولد لقاها موجودة أو اتخلق لقاها موجودة. زي مثلا صورة الجالاكسي أو صورة المجرة. المجرة دي ماشية بالمتتالية الهندسية أو العددية اللي قلتلكم عليها اللي هي النسبة الذهبية. مش بس المجرة، النسب بتاعت كل الحاجة، يعني كل جزء في جسم الإنسان بينه وبين الجزء اللي جنبه النسب بينهم هي نفس النسب الذهبية اللي هي باي.
كل حاجة في الجسم وفي الكون، وكل النسب بين كل الحاجات في الكون اللي موجودة بينهم وبين بعض نسبة ذهبية. النسبة الذهبية دي اتطبقت عندنا في مصر في المباني المصرية القديمة اللي بناها قدماء المصريين، زي الأهرامات وزي المعابد وزي كل حاجة تاني اتعملت. أول شكل ممكن يكون صريح للنسبة الذهبية اللي موجودة في مصر هي موجودة في الهرم، مش بس الهرم الأكبر بتاع خوفو، موجودة في كل الأهرامات. يعني لو قسمنا الارتفاع المباشر بتاع الهرم على محيط الهرم بيدينا النسبة الذهبية. لو قسمنا نفس القصة جوه الأوض بتاعة الهرم، لو قسمنا الارتفاع على محيط الأوضة بيدينا النسبة الذهبية. فواضح ان الموضوع ده ما كانش صدفة، لأن كل شوية بنكتشف حاجات معقدة جدا في العمارة المصرية القديمة، وده دليل ان هي احد الحضارات القديمة اللي كانت مهتمة جدا بقوة التخيل والابستراكت، او الجزء الغير منظور او الجزء المعنوي او روح الحاجة. مش بس هم بيعتمدوا على العضلات وبيعتمدوا على الانسان يبقى شكله فيه عضلات والحاجة يبقى شكلها باين عليها ان هي قوية، لا هم كانوا بيهتموا بروح الموضوع اكتر. فكانوا بيطبقوا نفس الحاجات اللي بيشوفوها في الطبيعة في المباني بتاعتهم. هنشوف الصور دي هتقول لنا ازاي النسبة الذهبية دي متحققة في حتى التماثيل الصغيرة اللي موجودة لقيناها في أماكن مختلفة، حتى التماثيل الكبيرة، حتى أبو الهول، حتى علاقته بالأهرامات اللي موجودة، حتى العلاقات بين ملامح الوش. لما خدوا التماثيل دي وحطوها على كمبيوتر وعملوها بالبرامج الحديثة اللي بتقيس النسب بشكل دقيق جدا، لقوا نفس السيمترية ونفس التناسب بين الحاجات دي. فأكيد الحاجات دي ما حصلتش صدفة، أكيد الحضارة دي ما هياش حضارة بدائية زي ما كل الناس عايزة تصدر عنها صورة إن هي حضارة بدائية وإن إحنا كنا بنعبد القطط والفئران والحيوانات والطيور. لا، الموضوع أكبر من كده بكتير، وفي حاجات بتبقى مقصودة إن هي توصل للعالم وتوصل لنا إحنا كمصريين إن دي كانت حضارة بدائية وإن دي كانت حضارة عبادة الأصنام وعبادة الأوثان والألفاظ اللي طلعت لنا حديثا في اللغات. خليكم معايا وهنعرض كل الصور والأماكن اللي عرفنا نقدر نوصل ونشوف النسبة الذهبية متحققة فين فيها. باقي الأماكن اللي احنا لسه ما وصلنا لهاش ده مش معنى ان ده مش متحقق فيها، بس معنى ان احنا لسه ما شفناهاش، ولسه بعقلنا المحدود وبالعلم المحدود اللي وصلنا له ما قدرناش نوصل لكل اللي هم وصلوا له زمان. ما قدرناش نعرف كل حاجة، ما قدرناش نوصل لنفس مستوى العلم والمعلومات اللي كانت عندهم زمان. ده مش معناه اي مشكلة عندهم زمان او مش معناه اي مشكلة عندنا دلوقتي، ده معناه ان احنا موجودين في وقت نسبة المعلومات المتاحة ونسبة استقبال الجسم والإنسان ونسبة معرفة الإنسان بالإمكانيات اللي عنده محدودة جدا، مقارنة بإنسان من 10,000 و20,000 و5,000 سنة فاتوا كان بيفكر إزاي، جسمه كان صحيح، عقله كان صحيح، روحه كانت صحيحة. مش زينا احنا دلوقتي، احنا عندنا خلل بيننا وبين جسمنا، في خلل فبتصدر من الجسم رسائل بتجيلنا في صورة أمراض وحاجات كتيرة بسبب إن إحنا مش في تناغم مع نفسنا ومش في تناغم مع الكون كله بكل العناصر بتاعته. أتمنى الفيديو ده يعجبكم، لأن إحنا بنتكلم عن منظور مختلف للحضارة المصرية وللعمارة المصرية القديمة. وركزوا معايا كده في كل الصور اللي إحنا بنعرضها وشوفوا قد ايه الموضوع ما كانش موضوع بسيط ان انا اقرر اعمل تمثال او اقرر ابني هرم او اقرر اعمل معبد في المكان ده، فاجي الصبح اجيب الناس تبني وتجيب الطوب وتنقله وتحطه فوق بعضه ويبقى احنا كده خلاص بنينا. الموضوع كان اكبر من كده بكتير. اتمنى الصورة اللي انا ببقى عايزة اوصلها للناس عن الحضارة المصرية، كل ما اكتشف حاجة جديدة او اعرف حاجة جديدة واحاول اوصلها لكم تكون واصلة للناس. واتمنى الناس اكتر واكتر تعرف ان احنا كنا حضارة عظيمة، وان احنا لسه كمصريين عندنا نفس الجينات المصرية القديمة اللي كانت عندنا زمان، بس احنا يعني حطينا عليها شوية تراب كده مش عايزين ننضفهم. واتمنى ان الناس كلها تشوف الحضارة على وشها الحقيقي وعلى شكلها ومضمونها الحقيقي، مش الصورة اللي العالم عايز يصدرها عن مصر وعن حضارة مصر القديمة ان هي حضارة بدائية. شكرا جدا لكم. انا كنت معاكم كاترين مرشد السياحي بالعربي. شكرا.